تحول حلم عروسة شابة في يوم زفافها لمأساة إنسانية مؤلمة. رأي دكتور حسام أبو العطا في إجراءات عملية البادي فيلر والفيلر الصناعي اللي أغلب البنات بتعملها واللي وصفها باللعنة. إسراء 26 سنة دخلت مركز تجميل شهير في المهندسين علشان تجهز نفسها لفرحها اللي كان يوم 3 سبتمبر، لكنها خرجت في غيبوبة تامة بين الحياة والموت. أنا دكتورة هند السرفي ودي قصة النهاردة. دكتور حسام أبو العطا نزل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بيتكلم عن البادي فيلر وقال انه لعنه واسوأ اجراء تجميل، وده كان وهو بيعمل عمليه لمريضه انسجتها ميته ومتعفنه والعضلات متاكله ومتشوهه، وده كان بسبب حقن فيلر صناعي. وقال ان اي دكتور بيحقن بادي فيلر له من الله ما يستحق، وان تصحيح الاجراء ده شيء صعب جدا للطبيب والمريض بيتبهدل جدا، وبينصح بلاش بادي فيلر او فيلر صناعي ارجوكوا. لكن عموما مفيش ما يثبت ان الاجراء اللي حصل مع العروسه اسراء هو بادي فيلر، ولا يجب الربط، بس وجب التنويه للبنات اللي بتتفرج بالنصيحة. مفيش تقرير واضح، ولكن حسب كلام شقيقها عبد الله إسراء اتعرضت لحقن بمواد مشبوهة، يقال إنها مغشوشة وكمان في أماكن غلط في جسمها، ومن غير ما يعملوا أي تحاليل أو فحوصات مطلوبة لهذا الإجراء. فجأة قلبها وقف أكتر من 5 دقايق، وده تسبب في تلف شديد بالمخ، والأطباء في المركز قعدوا يحاولوا ينعشوها 20 دقيقة كاملة، مش بس علشان ينقذوها لكن كمان خوفا من المساءلة القانونية. والنتيجة إن حالتها اتدهورت أكتر، ودلوقتي إسراء على أجهزة التنفس الصناعي، عندها التهاب رئوي حاد، والأطباء قالوا إن نسبة نجاتها لا تتعدى 1%. حتى لو عاشت مش هتعيش حياة طبيعية لأن المخ اتأثر بشكل خطير. عبد الله بيقول إن قدم بلاغ ضد المركز والدكتور من يوم 13 أغسطس، لكن لحد دلوقتي لسه مش عارف ياخد حق أخته، ولسه الإجراءات بدأت تمشي، وبيستغيث بفيديوهات على السوشيال ميديا علشان القضية تاخد اهتمام، وعلشان ما يحصلش تلاعب أو تعطيل بسبب معارف المتهمين حسب كلامه. ولو نفتكر دي مش أول مأساة من النوع ده، من كام شهر عروسة تانية دكتورة أسنان عندها 27 سنة حفيدة كمال الدين حسين رئيس وزراء مصر الأسبق، راحت عيادة تجميل شهيرة في التجمع الخامس، والطبيب كان صيدلي منتحل صفة دكتور، حقنها فيلر غلط والنتيجة جلطة في الشريان الرئوي. ده حسب أقوال الطبيب الشرعي أمام المحكمة في جلسة من جلسات محاكمة الطبيب. القصص دي لازم توقفنا. إزاي في مراكز تجميل شغالة من غير رقابة؟ إزاي بنات في عمر الورد داخلين يجهزوا لفرحهم يخرجوا على سرير المستشفى؟ إسراء دلوقتي بين الحياة والموت، وأهلها ما بين دعاء مستمر ونداءات استغاثة علشان ياخدوا حقها. شارك الفيديو وادعي لإسراء ربنا يقومها بالسلامة، ونتمنى ظهور نتيجة التحقيقات في أقرب وقت. لازم نطالب كلنا برقابة ومحاسبة وتوعية لأضرار واحتياجات الإجراءات التجميلية دي بدقة جدا، علشان مفيش عروسة تانية حلمها يتحول لكابوس. أنا دكتورة هند السرفي ودي كانت قصة النهاردة.